الدروج د الالوان كنت ديما كنشوفهم في الفيديوهات، زنقه كامله من الحي ديال لابا مصاوبه بالزليج من مختلف الاشكال والانواع والالوان. وغادي نعاود لكم القصه ديال حتى كيفاش تصاوب. وغادي نشدوا الغروب في باونجا شوكا، يعني خبز السكر، وهو جبل اللي كتطلع عليه الفوق وكتقدر تشوف المدينه كامله. ولكن قبل نبداو بحي لابا ديالنا فين كاينين الدريجات ديال السيلارون. واعرين هاد الدريجات هذا سميتهم اسكادريه شي حاجه ما عرفتش كيراهو واعرين. هي هذيك بها اسكاداريه سيلارون بالبرتغاليه، وكتعني درج السيلارون. والسيلارون اصلا السميه ديال السيد اللي صاوبه، واحد الفنان تشيلي كان عايش في هاد الزنقه، وكانت كتبان ليه البلاصه اللي قدام بابو خايبه، وخرج زوقها بهاد الطريقه هادي. ومعه هو فنان بقى كيجمع الزليج بشكل عشوائي وكيقاد حتى لقى راسو قاد الدروج كاملين. وراه جاو فنانه مشهورين تصوروا هنا، فاريل ويليامز، سنوب دوغ، مؤخرا جا بهاء. لا كيجيو المشاهير كيجيو، ما علينا الدنيا راه كتكون مفرقعه. اللي جا كيجي يشوف الدريجات. دابا مع وقت المغرب نمشيو لكوبا كابانا لباوجا شوكا. غادي خصنا نطلعوا في التليفيريك للراس ديال الجبل باش نشوفوا الغروب مع المدينه كامله. كاينين الناس اللي كيديروها بالتسلق. خوكم خدا البادج باش نمشيو نطلعوا نشوفوا كوبا كابانا والبحر من الفوق. جات نوبتنا وطلعنا. وعلى فيو كتبان من هنا. جبتها مع الغروب نيشان، كيبان لك كريستو المدينه كامله وحتى السفن اللي في البحر ديال بوتافوغ. وباش وصلت لقيت بلي الهليكوبتر كاينه حتى هنا، وشي 8 دقائق ب 1400 درهم. مشيت خديت الشكلاط، بقيت كنحلي وكنتفرج في الغروب. يا سلام، خصوصا لك الغروب بحال هكا. هادشي اللي كان تهلاو.